الحرب هي الحل؟ خصمي من أبناء وطني، ليته لم يجبرني على مواجهته. انتهى وقت التردد الآن، حتى انسحابك لن أقبله. سألعب أولا. هجوم المدفع. أسلوب مجنون. تخلصت من حصاني ولكن بالمدفع. لا مشكلة إن خسرت مدفعي. أدرك اعتمادك على الحصان. غير خطتك. خطوة المدفع. 3 خطوات للمدفع الثاني نحو اليمين خلف أول صف. الآن لنرى ما لديك. لدي الكثير. خطوة للعربة. نحن متعادلان الآن. عجبا، نلعب بأسلوب واحد، نخسر القطعة نفسها. أمره غريب، يبدو واثقا جدا. ما الأمر؟ ألا تعرف منهجي؟ لا يهمني الاحتفاظ بأعواني. ما أسعى إليه أن تكون آخر كلمة لي. هذا هو واجب أتباعي، أن يوصلوني إلى الفوز حتى لو مشيت على أجسادهم الميتة. المصلحة العامة يا صديقي. يبدو واثقا، لكنني لا أشك في أنه يخفي قلقا لا حدود له يجبرني على قرارات محددة. علمه غوانيو تيان هذا الأسلوب، المجرم الذي كان يخفي عن الآخرين نقطة ضعفه القاتلة. لا يختلف كيان عن معلمه، سأكتشف نقطة ضعفه. يان اسمع، أتستسلم أم تهزم؟ اختر واحدة. هل يعتمد على كتاب الشطرنج؟ هل وردت فيه هذه الخطة؟ مؤلف الكتاب من القادة، لا أظنه يفكر مثل كيان. لا شك في ذلك. لا خطة لديه، يجب أن أتحرك بسرعة. كشفتك. ولم التردد إذن؟ سألعب، ولكن احذر، اقتربت النهاية. خطوة للعربة. حركتك جريئة جدا، ولكنك ستندم عليها. عربتك طارت. الجندي الأول. الجندي الثاني. ألا ترى أنك محاصر؟ موقفك محرج. فكر جيدا يا يان، ستنتهي بنقلة واحدة. نعم، بنقلة واحدة ستهزم. هجوم المدفع. كما ترى، لا فائدة من تحريك الجندي. خسرت. لا أصدق هذا. كيف لم أنتبه؟ لم تعرف خصمك ثم بالغت في الثقة. لم تحسب حساب المباغتة. ما هكذا يكون القائد. أما السبب الأهم في رأيي فهو هدفك الذي يخلو من النبل. هذه الأنانية نقطة ضعف لا تخفى على أحد. خسرت يا كيان. لا، ليس بعد. هذه هي الرقعة، انظر إليها، وثيقة لهزيمتك. ظننت أن الكتاب سيضمن فوزك، وهنا بدأت نهايتك. تلك السطور الميتة كانت في حاجة إلى عقلك. هل فهمت؟ مستحيل، مستحيل. لا عجب في هذه النهاية. أنت لا تستخدم إلا جزءا من عقلك. استنفدت طاقتك بالتخطيط لأمور تشبع أنانيتك وترضي غرورك. هذه هي النتيجة. لقد هزمت، ولا تعلم حتى الآن ما السبب. فكر جيدا، قف لحظة مع نفسك، كن صريحا. ربما عرفت مشكلتك. تذكر أسيادك الطامعين بالسلطة والثروة، أين هم وكيف مضوا؟ ألن تنتهي هذه المحاضرة؟ أرح نفسك وأرحني. لن تغير رأيي مهما قلت. اسمع، أعترف بأنك فزت، لا يهم.
سيبقى الكنز لي. وبماذا سينفعك كنز الرقعة؟ هل ستشتري به محبة الناس؟ لا، فأنت كلما ازددت طغيانا زاد كره الناس لك. اختر طريقا أخرى. اصمت يا يان، هذا ليس من شأنك. تذكر أنني نصحتك، لا تلومني. الرقعة هي أول جولة والسيف هو ثاني جولة. لماذا تصر على الهزيمة؟ لم يكن وصولي إلى هنا هينا، ولن أغادر قبل أن أحقق غايتي. لا يان، تشجع. أنا بخير. أسلوب مهترئ، ولا تجيد استخدام سيفك. لن ألقي عليك خطابا كما فعلت. سيفي سيقول آخر كلمة. أرجوك دعني أنضم إليك. لا، ابتعد. هيا. خصمي وحش وسأروضه. كلام جميل. اعترفت بأنك تواجه وحشا. يان، يان. أي مكان غريب هذا يجتمع فيه كل التعيسين. يوباي، ما الذي جاء بك؟ كل الذين عرفوك يكنون لك الكره، ولا ألوم أحدا لأنك غبية. كل خططك كانت مكشوفة، وحتى هذه اللحظة لا تزالين تتمسكين بوهم سيقضي عليك. لا فائدة منك، الأفضل أن ترحلي. يوباي، يوباي، تراجعي. لن أنسى أنك زوجتي. غادري المكان بسرعة ولا تجربي غضبي، فأنت تعرفين من هو كيان. أجل، ولا أخافه. يوباي، انهضي. هات يدك، أمسكي. قد تفيدك طاقة السيف. أعذرني، كنت ضعيفة أمام شرور نفسي. لم تروا مني إلا الغدر، ولم أرى منكم سوى الطيبة. سامحني، دعني أرحل مرتاحة البال. يوباي،
يوباي. موجات الشلل. فزت عليك يا يان. تبحث دائما عن القوة. تجاهلت أن لجسدك حدودا على احتمال الطاقة. حتى سيدك لم يكن يحتمل هذه القوة. يبدو أن حياتك ستنتهي بيدك. الجشع فخ أوقعت نفسك به. عليك تحرير طاقتك، وإن لم تفلح ستكون نهايتك، وستنفجر شرايينك دفعة واحدة ولن تنجح. أيها الغبي، ساعاتك معدودة، وإن لم تمت اليوم فستموت غدا. مستحيل، أنت لا تعرفني. أنا من سيصمد حتى النهاية. كلكم ستموتون بسيفي. سأنتزع لقب السيد، وكل الناس سيعملون خدما عندي. تهانينا أيها السيد. سياو، تذكر ما فعله هذا الذئب الجريح. لك دين كبير عنده، هيا استرده. أجل، هو دين معلمي. هيا، لكل جرم عقاب. حان وقت تصفية الحساب.
ما هذا؟ مجنون؟ سياو، أنسيت من يكون؟ أنت لا تعرفه. هذا الرجل كان يلعب بنا كما يلعب الطفل بالدمى، فهو الذي خطط لقتل الطبيب وامرأته، وهوانغ وامرأة يوسين. اكشف عن هويتك يا هذا. قل إنك قائد قلعة غوشوك. سياو، إنه خالي. يستحيل أن يكون كلامك صحيحا. اسمعني، هذا الرجل لا يسعى إلا إلى الكنز، وهناك 1000 دليل. القرار لك. إن سكان روشين هو العدو. قل شيئا. مللت هذا الدور. لقد حان الوقت. وصلت إلى حيث أريد. كلامك صحيح يا سياو. كل ما حدث كان جزءا من خطتي. هدفي أن تلتقيا فوق الرقعة كي أتخلص منكما معا، فيصبح كل شيء لي. كنز ذلك الشطرنج وكل ما فيه من قوة. سأصير قائدا. سأحكم هذه البلاد حتى آخر حياتي. خالي، اعترافك أقسى علي من الموت. لماذا خنتني؟ نحن الآن في حرب، والخيانة فيها تسمى خدعة. لا قانون في الحرب. الأخلاق والطيبة والصدق نقاط ضعف قاتلة. المهم هو الهدف، والذي يصل إليه يكون الفائز. عشت سنوات طويلة في العراء، حتى رطوبة السجون أكلت من جسدي. مررت بالخطر، ثم سلحت نفسي بالهدوء. ابتعدت عن الناس لأخرج ومعي خطتي. التقيت جوان وساعدته ليصل إلى ما وصل إليه. وقفت معه سرا حتى مكن قدميه داخل المجلس الأعلى، ومن هنا بدأت أنفذ خطتي حتى وصلنا إلى هذا المكان. وفي تلك الأثناء أيضا انتهيت من بناء غوشوك، ثم طلبت إلى جوان أن يرسل والدك ليبحث عن الثروة، كتاب الشطرنج. إذن فقد كان لك يد في مقتل أبي. مطلقا. لقد كان هو السبب. أقصد أن عناده سبب موته. خالف الأوامر. عثر على الكتاب ولكنه أخفاه عن الجميع، وعوقب بتهمة العصيان. تسمي نفسك خالي؟ كيف تقتل أبي؟ صحيح أن الوقت لا يسمح الآن، ولكنك تجبرني على قول كل شيء. أجل، لم يعد هناك سبب لإخفاء الأمر. ليس هناك أي صلة تربطني بعائلتك. لست خالك. خالك الحقيقي مات غرقا. لا، بل أنت خالي. طيبة قلبك ونزاهتك سبب ضعفك مثل والدك. غرق خالك عندما كان طفلا ولم يعثروا على جثته. فانتهزت هذه القصة وعدت إلى أسرتك وادعيت أنني خالك. نجحت بسهولة. كان الشبه الكبير بيني وبين خالك مفيدا لي، حتى أمك لم تشك في أمري. قلت لهم إنني فقدت ذاكرتي. هدفي من التقرب إلى أسرتك هو أن أكون إلى جانب أبيك، لعلمي أنه قادر على أن يجد أسرار السيفين والشطرنج. إنها الحقيقة. أعلم أن كلامي هذا صدمة لك، لكن من حقي أن أسعى إلى هدفي بغض النظر عن الوسيلة. كنز الشطرنج أرى أنني أحق الناس به. أجل، إنه من حقي. ما الذي تعرفه عن الحق؟ حياتك كلها باطل. لقب مجرم قليل عليك. قل ما يحلو لك. الأخلاق أبقتك في المؤخرة، وأين أولئك الناس الذين شطروك الرأي؟ لقد دفعوا ثمن إصرارك. عاشوا أغبياء وماتوا أغبياء. لم يموتوا أيها المجرم، إنهم أحياء. ستردد ما يقوله الشعراء. كلام غبي. إن كان هناك غبي واحد في العالم فهو أنت يا روشين. سياو. ساي؟ ما الذي أراه؟ أنت ترى الحقيقة. نحن أحياء. حاولت القضاء علينا ولكننا نجونا بفضل الله. وقد أعمى بصيرتك عنا. اسمع يا يان، سنقص عليك فيما بعد ما حدث. أما الآن فقد جئنا لنقف إلى جانبك. هذا المجرم عدو للجميع. أحياء؟ هذا لا يهمني. لن تكون هزيمتي بأيدي الخرفين والعجائز. روشين، لقد تلقيت ضربة من سياو وأثرت على طاقة جسدك بشكل كبير. يان، اعذرني يا بني،
لم أخبرك لأنك وثقت بهذا الرجل، ولم تكن لتصدقني أبدا، ولكنك عرفت الحقيقة. أين هي؟ ليوي. ليوي لقد ماتت. امرأتك ضعيفة، لم تحتمل ضربتي. قتلت فرحي. سيد يان، الآن أنت قائدنا، فلتقل شيئا. هيا يا سياو، فلنبدأ. سيف الجليد والكنز، كل شيء هنا صار ملكي. استعدوا للموت. لست أنا من يخسر جسدي قادر على الصمود أكثر. لن أهزم لأنني راشين. انتهينا منه، فقد نال الظالم جزاءه. لم أنقذ امرأتي. لا تلم نفسك، ها هو ذا الفاعل أمامك، نال ما يستحق وعقابه أشد. وأنا فقدت حلمي، لا أستطيع العيش بدونها. يان، ماذا تقول؟ لا يجوز هذا يا بني، لكل واحد منا أجل مقدر. أرجوك يا يان، أعرف أختي، لو أنها على قيد الحياة لما كانت سترضى بأن تقول ذلك. امرأتي، إنها امرأتي. أرجوك اضبط نفسك. النار والجليد في يدي، وبهما سأنتزع كنز الرقعة الحاسمة، ولا مكان في قلبي للشفقة. ما الذي أصابه؟ صار السيفان سيفا واحدا. القوة، بل كل القوة. لم يبق لنا سوى انتظار الموت. ماذا؟ وسنستسلم له؟
اسمع يا يان، لم يعد قتلكم هدفي. عار علي أن أقتلكم الآن. لن يشعر النمر بالفخر إذا ما سحق فراشه. يكفي. صحيح أنك قوي، ولكن لا أحد سيقبل بك. سيقبلون بالقوة. وأنا لن أكون منهم. أتقصد الخيانة؟ ومتى كنت مخلصا لك لم أجد فيك حاكما عادلا. لدي قوة لا مثيل لها، وواجب علي أن أستثمرها لمصلحة الناس، فأنا واحد من سكان البلاد. أولئك الذين قتلهم ظلم أسيادك. حان الوقت لنعيش في سلام. ارمي السيف واستسلم. أضحكتني يا هذا، أضحكتني يا مجنون. لقد أهنت سيدك، والإهانة في قانون عقوبتها الموت. بأي سهم رميتني؟ بسهم انتزاع الشر من القلب، مع أنك لا تستحقه. سيد يان، صار كنز الرقعة لك. عليك أن تساعد الناس فهم متعطشون إلى العدل. أرجوك كن كما سمعت عنك. لما أوصلت نفسي إلى هذا الذل؟ أخيرا بدأت تشعر بالندم. عرفت المشاعر ولكنك تأخرت. عليك ديون لا تحملها الجبال، فهل ستصمد تحت ثقلها؟ هيا يا كيان، بسرعة قف على قدميك. أبدأ بدين معلمي، جئت لأسترده منك. أريحوني. نفذوا الحكم العادل فهو أهون علي من ألم الندم. أرجوكم يا سادة، أنا خجل من رفع رأسي. اقتصوا مني الآن. لا تؤجلوا عقابي. يجب ألا أبقى مع الناس. وأنت يا يان، مؤسف أن تبقى وحدك. ما قصدك؟ فقدت أقرب الناس إلى قلبك، والآن جاء دور عدوك. انتظر. ليوي. يان، ليوي، أهو حلم؟ طلبت إليهم ألا يخبروك أبدا. اعذرني يا يان. المهم أنك عدت. عثروا علي مصادفة. كنت مرمية على الشاطئ. ساعدني الطبيب في آخر لحظة، وبفضل الله لم أمت هناك. هذا ما حدث، وها قد عدت إليك. أخيرا سنعود كما كنا. يان، أنت الآن سيد البلاد، وها هو ذا آخر أعدائك. سياو، جاء دورك. علم. لا، أعرف ما لديك، لكنني لا أثق بنفسي. قرارهم أفضل. ابتعدي لينفذوه بسرعة. كنت أسمع ما تقول. كنت صادقا. الندم أول خطوة لبداية جديدة. القلب الذي عرف الندم يمكن علاجه. ابدأ حياتك من جديد. كيان، سخر ما لديك لتسعد الآخرين. ذاك السهم أعادك طفلا. أفد من ماضيك. وهل سأنجح في ذلك؟ صرت تعرف الصدق، وهذا ما تحتاج إليه. فلتكن صادقا مع نفسك أولا، وبذلك تصل إلى هدفك. كيان، يوما ما ستكون لك أسرة.
لم أنسى بعد. ألم تقل لي يوما أنك تحلم ببيت تعود إليه بعد التعب، وأسرة تشعرك بالدفء، وطفل يغفو في حضنك؟ هيا، نصيبك ليس بعيدا. لابد أن تجد امرأة تناسبك. ثمن راحتك أن تكون توبتك خالصة. اجعل هذه التوبة قانونا لحياتك القادمة. ثق بي يا كيان. ازرع الخير لتحصد الخير أيضا. سنقف إلى جانبك حتى تصل إلى هدفك. هكذا تعلمنا. هيا انهض. القوة ليست ذاك الكنز. ذهب العالم كله يا كيان لا يكفي لشراء راحة البال. والسيوف أتخلصك من قلق نفسك؟ من سيصدق توبتي؟ توبة وحش. سأموت بيد أول من أقابله. كلامك جميل سيدتي، ولكنني لا أستطيع تنفيذه. الموت أهون علي. أريحوني. اسمعني، تذكر نفسك قبل أن تعرف كوان. لم تكن أيامك تخلو من الحلم بحياة أفضل. هو الذي حرضك. لو لم يظهر لما وصلت إلى هنا يا كيان. ليوي، أخبريني، هل سأنجح؟ أراك قد بدأت، وبهذا السؤال صار لديك أمل. امسح دموعك واطلب من الله العفو عنك. عدني. شر نفسك قاومه في كل لحظة. لا تستسلم له، وبهذا ستنجح. سياو، ما رأيك؟ ها هو كيان أعلن توبته. قل لي، فماذا نفعل به؟ نسيت إخبارك. اعذرني، أحتاج إلى رأيك، فقد عينتك نائبا لي. شكرا. ليوي، سيدتي، أرجو لكما حياة سعيدة. سأبذل جهدي لأصير رجلا صالحا. لن أعود إلى ما كنت عليه، أعدك بذلك. سننتظرك أنت وأسرتك. سيدتي، اعذريني، قد يطول غيابي، ولكن إن عدت فادعيني مع أسرتي على الطعام. عيناك تقولان كثيرا، وأنا لا أستطيع لومك. صحيح. تذكر أنني بشر. أنا الآن حاكم البلاد. لن أعمل إلا بالقانون. لن تسمع ما يغضبك أيها الحاكم، أعدك. أنا الآن مختلف. سأعيش بعيدا ولن أخالف قانون البلاد. أرجو لك السعادة، ولن أنسى كرمك الكبير معي. عن إذنك. أرجو السعادة للجميع. شكرا لكم على كرمكم. وداعا.
يا للغرابة. ترى أين كنز الرقعة؟ وما حاجتنا إليه؟ أثمن الكنوز أن نكون معا كما نحن الآن. صحيح، السعادة لا تقدر بثمن. أجل. ساي. ساكي، هكذا يتحدث نائب الحاكم. الكنز ها هو ذا أخيرا. قطع شطرنج مصنوعة من الذهب الخالص. هذا الذهب من أرض الوطن، والناس أولى أن ينتفعوا به ليبنوا حياتهم. إن بقي الكنز في مكانه قد يظهر شرير آخر يسعى إليه. يجب أن لا نعيش ما عشناه من خوف. الشعب من حقه أن ينتفع بثروة بلاده. السيف والرقعة جزء من الماضي.